أغلبكم ممكن يشد المية زي توا يفتحها ويشرب، ممكن يتم حتى شيشة تامة. غلط طبعا. في الفيديو هذا هنقول لكم كيف طريقة شرب المية صح. تو في هلبة بيجي يضحكوا لي بقول بتعلمنا شرب المية، لا مش للدرجة هذه، مش هني اللي بنعلمكم. شما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم شرب المية أو حتى الماكلة بصفة عامة، كيف نقدروا نشربوها بطريقة صحيحة. والفيديو هذا مش على خاطر نقول لكم حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن شرب المية، لا، نبغى نعرفوا علاش الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بشرب المية في الأحاديث هذه. الحديث الأول في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يشرب يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. إن شاء الله تكون طاقتهم صح. والمعنى متاعهم اللي هو الأروى اللي هو يروي العطش أفضل، يعني يرويه. إما الأبرأ هو يعني أبرأ للجسم لصحة الجسم، ومعنى أمرأ اللي هو سهل الهضم يعني خفيف على المعدة. يعني معنى الحديث واضح، لما تشربوا مية سواء كانت طاسة ولا شيشة ولا حتى لين أنت ترتوي اشربها على ثلاثة. تنفس 3 مرات، اشرب واحدة، تنفس، ثانية تنفس، ثالثة تنفس. وهذا معنى الحديث، وهذا على خاطر صحة الجسم. والتفسير العلمي اللي احنا واصلين اللي هو شني، المية لما تجي للمعدة بطريقة مباشرة بشكل قوي هلبة، يعني بتكونش عليه دفعات، مرات تدير تلبك للمعدة نفسها. ونزول المية طول على الحمض يخفف الحمض فيدير مشاكل، ومرات هلبة مع تخفيف الحمض يبدأ فيه انتفاخات ويبدأ فيه ثقل في المعدة. وغير انه هو يساعد هلبة على ان الجسم يمتص المية بسهولة ويقلل طرحها في البول مع اليورين، يعني بسرعة. لما تشرب المية بسرعة هيتم تدريجيا الجسم إفراغ المية اللي شربتها هذه بسرعة، فلذلك حاول تأنى في الشرب متاعك. الحديث الثاني في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. والسبب ليه ممكن هلبة ملاحظينه، لما تشرب مية وانت واقف فوق مرات يبدأ فيه ارتجاع للمريء ويبدأ فيه زي الغصة وفي ألم في البطن نفسها، عكس لما انت تشيني تشرب وانت مقعمز. في نفس الوقت تكلمنا عليه في الاول ان الميه تنزل شيني بشويه وما تنزلش الميه بسرعه بقوه، لان انت تبدا واقف المسافه مش كيف وانت مقعمز. وبغض النظر عن التفسيرات العلميه هذه كلها اللي المفروض اني ما قلتهاش، لان ما امرنا به الرسول عليه الصلاه والسلام فمفروض احنا نديروه، وما نهانا عنه مفروض احنا ننتهوا عليه وما نديروش. وان شاء الله لا بس عليكم وربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله.